يمساء الدفا على احلى متابعين. تعالوا مع بعض النهارده نشوف صينيه الدفا بتاعتنا النهارده مكونه من ايه. بس قبل ما نبتدي ما تنسوش لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. صدق بياع البطاطا لما قال معسله قوي يا بطاطا. تعالوا مع بعض النهارده نشوف الوصفه باحلى واسهل طريقه هتعمليها بعد كده. انا جبت البطاطا عندي وكمان غسلتها كويس جدا وقشرناها بالمقشره. واديتها كمان التقطيعه كده العشوائيه عشان تسهل معايا سلقها وتنجز معايا في الوقت. تمام. نزلت بعد كده بكوبايه من السكر، يعني تقريبا 3-4 معالق من السكر، وكمان كوبايه من الحليب. تكون طبعا كامله الدسم عشان انا عايزه الوصفه عندي تكون كده غنيه وحلوه، فطبعا استخدمي اللبن بقشطته. تمام، هيديكي الطعم الحلو جدا للحلو بتاعك. ونزلنا كمان بمعلقه من السمنه الفلاحي، لو ما عندكيش تقدري تستخدمي الزبده، بس طبعا بتديكي طعم وريحه يعني ما شاء الله ما اقولكوش. كمان الفانيليا عامله شغل عالي قوي. الف هنا وشفا عليكم يا حبايبي. نزلت كده بالمقادير عندي على نار متوسطة، وطبعا ايدك تبقى فيها على طول وما تنسيهاش، يعني عشان خاطر ما تتلسعش او تاخد ريحة او شكل مش مظبوطين. البطاطا كده خلاص جهزت معايا واتهرست كويس جدا. طبعا في المرحله دي تبتدي انك تحطي اي مكونات انت عايزاها. حابه انك تضيفي جوز هند او زبيب زي ما حضرتك عايزه، بس انا فضلت اني احط مكسرات، اي مكسرات متوفره عندك، سوداني، اي حاجه اللي انت عايزاه. انا هنا كان عندي عين جمل فاستخدمته في الوصفه بتاعتي. ديهم بقى كده التقليبه التمام كويس جدا ينخلطوا، عشان كل ما ياخد معلقه من البطاطا الاقي فيها من المكسرات، ويبقى الطعم كده كله ممتزج مع بعضه. تمام. ننزل بيها كده على الصينيه بتاعتي. تمام. وابتدي اهم حاجه بقى اني اظبط الصينيه والطبقه اللي عندي كده تكون متساويه كويس جدا، ومش شرط عندي تدخل التلاجة او حاجه. انا عايزاها بس كده بدرجه حراره المطبخ لحد ما اخلص الطبقه التانية اللي هنعملها مع بعض. تمام. زي ما حضراتكم شايفين كده بنحاول كده نظبطها على قد ما نقدر. شايفين كده. هبتدي كمان احط على الوش شويه من عين الجمل اللي عندي، شويه كده من المكسرات او بدون، طبعا مش هنختلف يعني. بس عندك المكونات اللي تقدري تزودي بيها القيمه الغذائيه وتزودي بيها الدلع كده للحلو بتاعك، اعملي وما تتاخريش. جينا كده على نفس الحله اللي عملنا فيها البطاطا. بصوا هنا بقى هنا في خطوه عندي ناقصه. تمام. فانا هقولها لكم كده واحنا شغالين. تمام. نزلت كده بكوبايه ونص من الحليب، وكمان عليها معلقه من النشا، وكيس من الفانيليا، وكمان معلقتين من السكر، ومعلقتين كريم شانتيه. تمام. اتفقنا كده، هي دي اللقطه اللي مش موجوده. ظبطنا كده الخليط كويس جدا، طبعا كل ده من غير نار، وبعد كده لحد ما تماسك معايا على نار هاديه بقى كده لحد السمك بتاعه ما بقى كويس جدا، هبتدي انزل بيه على وش البطاطا عندي، وارص عليه كده شويه من المكسرات عشان يتعرف الصينيه عباره عن بطاطا بالمكسرات. دخلنا كده الصينيه بتاعتنا على الفرن كده على طول، طبعا على درجه حراره 180، وكل المكونات عندي جاهزه ومستويه وزي العسل. محتاجه بس اخد وش الكراميل بتاعي. اديتها كده رشه من السكر ودخلتها الفرن على طول، ما اخدتش معايا وقت خالص، واخدت اللون العسل ده. بجد الوصفه جميله جدا، جربوها. لو وصلتوا معايا للجزء ده ما تنسونيش لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. والف هنا وشفا عليكم يا حبايبي.